تعالي كده بصي على الجمال اللي انا عاملاه. احلى قرص هتاكليها في حياتك، احلى من بتاعه الافران بكتير. بصوا بعمل عظمه، قرص خطيره احلى من بتاعه الافران. انسي انك تشتريها تاني، خلاص هتعمليها في البيت باقل مجهود. بصوا مش بتاخد وقت خالص. جهزي كوبايه الشاي، لحد لما كوبايه الشاي تتعمل هيكون القرص خلصت. بصوا الجمال، الجمال عدى الكلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا النهارده علشان نعمل احلى قرص في الاجازه بقى. قلت علشان نفطر بيهم الصبح كده. لو عندك دقيق في البيت يبقى عندك كنز، هتعملي احلى قرص احلى من بتاعه الافران. جهزي كوبايه الشاي هيكون القرص خلصت معانا. اول حاجة هتجيبي بولة كبيرة كده، هتنزلي فيها ب3 كوبايات من المية وكمان كيسين من الخميرة. كده نزلت ب3 كوبايات من المية، هنزل عليهم بكيسين من الخميرة الفورية، وبعد كده 7 معالق من السكر اهو. ادي اول معلقة، تاني معلقة اهو، تالت معلقة. هنزل عليهم ب7 معالق من السكر، وبعد كده هفضل اقلب فيهم كويس جدا. بعد كده هنزل عليهم ب5 معالق من اللبن البودر، وافضل اقلب فيهم كويس جدا اهو. بضربهم بالمضرب اليدوي كويس جدا. بعد لما حطيت 5 معالق اللبن البودر هفضل اقلب فيهم كويس جدا بالمضرب اليدوي. بعد كده هسيبهم حوالي 10 دقايق. بعد 10 دقايق الخميرة هتبدأ تطلع فقاعات كده، يبقى الخميرة كده نشطة وكويسة ما فيهاش اي حاجة. بعد كده بعد 10 دقايق زي ما قلتلكوا هبدأ انزل عليها بكوباية ونص من السمنة. عايزة تحطي كوباية ونص زيت على سمنة عادي، عايزة تحطي سمنة بس عادي. ومعايا كيس من الفانيليا، وكمان هنزل عليهم بشعرة من الملح، وافضل اضرب فيهم كويس جدا بالمضرب اليدوي. طبعا عايزه اقول لكم على حاجه علشان اتاكد ان الخميره طبعا زي ما قلت لكم نشطه، بسيبها 10 دقايق بغطي عليها بغطا علشان طبعا اسيبها تتفاعل كده واتاكد ان هي كويسه ونشطه طبعا. وبتبدا تزيد حجمها كده، يبقى كده هي كويسه ونشطه. تعالوا بقى هجيب طبق احط فيه 1.5 كيلو من الدقيق. طبعا نخلهم كويس جدا بعد ما ضربت المكونات دي بالمضرب كويس جدا اللي هو اليدوي عادي. هنزل بيهم على الدقيق. نزلت شويه شويه كده زي ما انتوا شايفين اهو. نزلت باول حبه وبعدين قلبتهم مع بعض كده، ونزلت بالحبه الباقيين. على فكره انا مش هعجن في العجينه، انا بس هلم المكونات مع بعضها كده، الدقيق بالخليط كده كويس جدا. وبعد كده هتحتاج شويه من الزيت، هنزل عليها بشويه من الزيت كده او شويه من السمنه عادي اي حاجه. وبعد كده هفضل الم العجينه مع بعضها كده اهو. لميتها كويس جدا، مش بتعجني فيها انت، يا دوب بس بتلميها مع بعضها كده كام تقليبه في بعضها كده زي ما انتوا شايفين. ايديا كانت نظيفه جدا، مفيش اي عجينه فيها. انا عايزه العجينه مش بتلزق زي ما انتوا شفتوا كده، ان العجينه مش بتلزق خالص، وان الطبق نضيف خالص ما فيهوش ولا حته عجينه. هسيبها بقى تستريح 10 دقايق بالظبط. هغطي عليها كده واسيبها تستريح 10 دقايق مش اكتر من كده. لحد ما تستريح بقى في ال10 دقايق دول، تعالوا ما نعمل الخليط اللي هنحشي بيه العجينه. تعالوا كده هنجيب طبق هنزل فيه ب9 معالق من السكر، وكمان 9 معالق من دقيق السميد الناعم اللي هو السمولينا بتاع البسبوسه، وكمان 2 معلقه من القرفه، وكمان 6 معالق من السمنه انا مسيحاها على النار، وكمان 2 معلقه من عسل الجلوكوز. وهقلبهم كويس جدا. الحشوه دي اللي هحشي بيها معاكم العجينه. طبعا انا عملت معاكم القرص دي قبل كده على القناه، وكمان هحشي بصوص اللوتس. هعمل حشوتين اهم، هقلبهم كويس جدا مع بعضهم كده. طبعا عسل الجلوكوز يعني ماسك شويه علشان كان في التلاجة. بعد كده اهو قلبتهم كويس جدا زي ما انتوا شفتوا الخليط مع بعضه كده. هجيب العجينه عدى عليه 10 دقايق كنت مغطياها طبعا. بعد كده هبدأ اقطع في العجينة على شكل كور كده وارصه على الصينية. وبعد كده تعالوا بقى بعد ما قطعت العجين ورصيته على الصواني كده، تعالوا بقى علشان نعمل الخليط اللي هنحطه على القرص من فوق كده عشان يلزق فيها، علشان لما يدخل يتحمر كده وبتبقى طعمها خطير. طبعا هنجيب بولة معانا هنا، هحط فيها 1.25 كوباية من السمسم، وكمان 3 معالق من الزيت، وكمان 3 معالق من السكر. طبعا الزيت هنا بيخلي الخليط يلزق على القرص من فوق كده. دي اللي هحطها على وش القرص. بعد ما حطيتها وعملتها دي بوريكم كده شوية عملتهم مع نفسي كده الاول. طبعا عملتهم اشكال، في عملته اشكال وفي قرص كده عملتها عادية. تعالوا بقى هنجيب العجينة نفرد
افرد العجينة كده زي ما انتوا شفتوا، هنزل فيها كده بمعلقة من الحشو، وبعد كده هلمها بايدي كده زي ما انتوا شايفين. بصوا اهو بمنتهى السهولة هلمها كده والفها كده، وبعد كده هروح مكورها، وبعد كده اروح فرداها واروح حطاها في الخليط اللي انا عاملاه بالسمسم علشان اعمله على وشها. طبعا انا هحشي شويه باللوتس وكمان شويه بالخليط ده اللي هو بتاع القرفه بدقيق السميد بالسكر بكده، وكمان هحشي شويه تانيين ساده هعملهم زي عيش الكايزر كده، هيكون طعمهم خطير. اهو زي ما انتوا شايفين هنجيب عجينه تانية برضو واحط فيها نفس الحشو وبلمه كده بمنتهى السهوله زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا طعمها خطير. جهزي كوبايه الشاي هتكوني خلصت القرص على طول. اهو هلمها كده بمنتهى السهوله اهو، بلفها بايدي بمنتهى السهوله، وبعد كده بكورها كده واروح فرديها، وبعد كده اروح حاطه على وشها سمسم. بصوا اعملوها بنفس الطريقه هتعجبكم جدا. اهو بعمل معاكم كذا واحده. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تحط اللايك علشان اللايك هو اللي بيرفع من الفيديو. اهو حطيت برضو الخليط. طبعا انا بعمل بايدي عادي علشان انا كده كده لابسه جلافز، يعني مش بعملها بايدي كده، لا انا لابسه جلافز كده كده. بلمها كده من الجوانب. بصوا بقفل عليها كده وبروح لفها بايدي كده، وبعد كده اروح مكورها واروح بعد كده ايه فرديها واروح حطاها في السمسم. اهو بصوا بمنتهى السهوله اهو هلفها. بصوا زي ما انتوا شايفين كده بكورها وبظبطها من تحت زي ما انتوا شايفين، واحط عليها السمسم، وبعد كده تبقى خلصت. طبعا ده صوص اللوتس، هحشي شويه برضو من صوص اللوتس. عايزه اقول لكم هعمل لهم اشكال برضو صغيره كده بصوص اللوتس. اهو بحط معلقه كده من صوص اللوتس. طبعا بعملها بايدي برضو لان المعلقه مش راضيه ايه تفردها كويس جدا، علشان طبعا صوص اللوتس كان في التلاجة زي ما انتوا شايفين. حطيت برضو معلقه من صوص اللوتس كده، وبعد كده بقفلها، وبعد كده بلمها اكورها كده، وبعد كده بفردها. طبعا اللي بصوص اللوتس كده مش هحط عليه سمسم علشان اكون عارفاه. ده كده هعمله زي رغيف العيش الفينو كده، ايتن اللي طالبه مني هعمله تخين من فوق ورفيع من تحت كده. على فكره انا عملت لهم بصوص اللوتس كذا شكل، انتي ممكن تديه لاولادك عادي وهم رايحين التمرين مثلا. طبعا ايتن بنتي بتتدرب سباحه، ممكن اديها عادي لو عاملاه في نفس اليوم وهي رايحه تدريب السباحه، او تاني يوم عادي بيفضل طري وطعمه خطير عادي. طبعا ايتن بنتي هي اللي طالبه مني الاشكال دي، قالت لي اعملي لي برضو حاجه رفيعه كده شبه البقسماط. طبعا هو بيبقى طري عن البقسماط، مش بيبقى ناشف زي البقسماط، بس انا عملت لها شكل البقسماط كده بالعجينه. بصي شكلي زي ما انت عايزه. انا عملت اشكال كتير وحشيت من صوص اللوتس اشكال كتير. بصوا فننت كده، فنني في العجينه. العجينه قدامك اعملي فيها اللي انت عايزاه، وطبعا تعملي للفطار هيكون طعمه حلو جدا وطعمه خطير مع كوبايه الشاي كده، انسي الدنيا وما فيها. بصوا الجمال. هتفنني كده. طبعا بلفها واكورها كويس جدا، بعد كده ايه ببططها كده. تعالوا بقى انا كده خلصت، وطبعا ايه جاهز على التسويه. زي ما انتوا شايفين عملت اشكال حلوه كده علشان طبعا الاطفال بيحبوا الاشكال دي. وعملت ده شكل رغيف العيش الفينو كده على شكل ضفيره، شكله جميل تحفه وطعمه خطير. طبعا انا كنت مسخنه الفرن. تعالوا اقول لكم انا سويتهم ازاي. طبعا بعد لما خلصت القرص كده سبتهم حوالي 10 دقايق كده علشان يتخمروا، مش اكتر من كده. كنت مشغله الفرن برضو لمدة 10 دقايق علشان يسخن. اهم حاجة تسيبي مسافة بين القرصة والتانية علشان طبعا لسه هتخمر اكتر وحجمها هيكبر اكتر. تعالوا اقول لكم بقى انا سويتها ازاي بعد لما الفرن سخن معايا. بعد لما الفرن بيسخن معايا من تحت كويس جدا بحطها على الرف التاني كده واسيبها. اول لما بتستوي معايا من تحت على درجة حرارة 200 بفتح عليها الشوايه تاخد وش تحمير، تطلع بالجمال والحلاوه دي. طبعا ما تنسيش تحطي اللايك علشان اللايك هو اللي بيرفع من الفيديو، وتجربي القرص دي وتقولي رايك ايه. طبعا انا عامله القرص كبيره ما شاء الله، لو عايزه تعملي كميه اكتر تصغري حجم القرصه. مع السلامه.